السلام عليكم. هذا الفيديو ديالنا بصلاة على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله غنعمل معكم واحد الجوله. دابا دخلنا في المدينه القديمه. دابا هذه الغرسه الكبيره، دابا هذه الطريق اللي كتعبي من باب مقابر هنايا والمدينه القديمه ودار الطباغ. نتوما شوفوا صراحه هاد الحاجات مزيانين ديالنا ديال المدينه ديالنا ديال تطوان، وهذه القلوشه د الماء صراحه والطريبشات كلشي هادشي مزيان. هذه الصناعه التقليديه المحليه ديال المدينه ديالنا ديال مدينه تطوان صراحه شي حاجه اللي رائعه ومشرفه لهذه المدينه، وكنحاولوا على اننا نبقاو نقتنيو هذه الاشياء هذه باش نشجعوا الصناعه التقليديه، نبقاو نشريوها من عند هاد اليد العامله البسيطه اللي كتصنع هذه الاشياء هذه، وباقا محافظه لنا على التراث ديالنا ديال المدينه ديالنا. هانتوما شوفوا التشناكل، يعني اي حاجه من صنع تقليدي تطواني. دابا كنعملوا دويره هنايا في المدينه القديمه. صراحه اشياء رائعه رائعه ومزيونه، عجبوني هاد الاشياء هادو، بغيت نشاركهم معكم. يعني الا جاو الزوار للمدينه ديالنا وبغاو يقتنيو شي اشياء هنايا ويعطيوها كتذكار، يعني شي حاجه اللي مزيونه بزاف. هاد السبيله د الماء رائعه بهاد الفسيفساء تطوانيه، شي حاجه اللي مزيونه في المستوى. دابا هنايا عاوتاني غنضربوا دويره، حنا باقي هنايا في المدينه القديمه. حتى هنايا هاد السكه اللي كيصنعوهم من الجلد ديال الابقار ديال الماعز، شي حاجه اللي رائعه ومزيونه. والسماطين، المهم اي حاجه هنايا. وهادو اللي ثاروا الانتباه ديالي هادو حلقات ولا كنقولوا منيكشات على شكل ديال التشنيكلات، عجبوني بزاف وبغيت نشاركهم معكم. صراحه زعما كنشكر هاد اليد اللي بدعت في هاد الصنع ديال هاد الاشياء هادي. صراحه شي حاجه مزيونه. احنا باقي كنعملوا جوله هنايا في هاد البازار، عندو ديك الاشياء الثمينه وقديمه ومن التراث، يعني كتشمل بزاف الحاجات وبزاف الاشياء، يعني جميع الاشياء عنده، لا من الاواني القديمه ولا من الزرابي ولا من اي حاجه. نتوما شوفوا واش هاد القطيطه حتى هي صارت الانتباه ديالي. دابا هنايا هذه الدخله ديالنا باش غنشوفوا دار الطباغ. شوفوا الزربيات ديال البقره كيفاش معدلين. ها هي دار الطباغ. قربنا دابا ليله باش ندخلوا ليها. بغيت نوريكم هاد الاشكال. ها هي دار الطباغ. جينا ليله وهي خاويه. صراحه واحد التراث اللي قديم وشي حاجه اللي زعما اصيليه وفي المستوى. هانتوما شوفوا هنايا هاد الحفيرات هما اللي كيعمروهم بالماء في الايامات ديال عيد الاضحى، ولا في الايامات اللي كيبغيو يغسلوا بها ديك الجلد ديال الاغنام. كيغسلوهم مزيان هنا، كيعملوا لهم الملاح ودي وكيغسلوهم. وكاين الحفر اللي كيعملوا لهم الالوان حتى كيوجدوا ديك الساعه كيلونوهم. دابا هنا الماء، كاين واحد العين كيخرج منها سبحان الله الماء وكيتدفق وكيمشي في هاد الحفر. جينا حنا ليله كانت فارغه مقروبه، زعما كان يلا تسالى عيد الاضحى ونظفوها وسالاوها. نتوما شوفوا هيا سبحان الله العظيم الزخرفه ديال هاد الحفر وهاد المكان الرائع وهاد الهندسه المعماريه، شي حاجه اللي في المستوى. والله صارت الانتباه ديالي، شي حاجه اللي رائعه مزيانه بزاف. نتوما شوفوا ديك الزرابي. وغنطلع معكم في واحد المكان غنوريكم واحد الاطلاله اللي من فوق، شي حاجه اللي مزيانه بزاف. حنا لازلنا مستمرين. هانتوما شوفوا هاد السهريج ديال الماء. دابا جيت الاتجاه المعاكس باش نوريكم الزخرفه ديال ديك الحفر وديال ديك الماء منين كيجوز، ديك القنوات ديال الماء اللي كيتفرقوا في ديك الحفر. دابا هانتوما شوفوا من هنايا. ها هي ديك الدريجات هنايا، كاين واحد الاطلاله. دابا هاد الدريجات الصراحه كلشي الناس اللي كيجيو الزوار من هاد الاماكن هادو كيطلعوا ليهم يشوفوا على زخرفه فيهم، كيطلعوا كياخذوا فيهم، كيلتقطوا واحد الصور وفيديوهات. انا بغيت نشارك معكم هذا المكان وبغيت نطلع من هاد الدريجات هادو. هنايا شوفوا النعناع عندهم مزروع تما في ديك الموطع. هما دابا دوك الدريجات غنطلعوا منهم. صراحه شي حاجه اللي مزيونه ورائعه. دابا هاد الدريجات هادو طلعنا منهم، هادو كيطلعوا على باب المقابر وكتشوفوا المدينه القديمه كامله من فوق.
هانتوما شوفوا دابا هنايا كتبان لنا ضوء الدباغ كامله من فوق. شوفوا هاد الجلود هنايا ناشرينهم، اجلد ديال الارنب منشورين باش كيبسوا. دابا غنمشيو مع هاد المسار هذا، راه هي كتبان لنا المدينه القديمه كامله كتبان من هنايا من فوق. ها هو باب المقابر، كيطلعوا على المقابر كيف ما كتشوفوا. هاد الاطلاله هادي الاخري ديال دوك الدريجات كيطلعوا على باب المقابر. هادو هما الاجلاد ديال الجلد ديال الاغنام اللي كيبسوهم تما منشورين عندهم. شوفوا دابا كيفاش كتبان دار الدباغ من فوق. واحد المنظر فيها رائع، واحد الاشكال الهندسيه اللي رائعه رائعه ومزيونه بزاف. صراحه انا من عشاق الاماكن التقليديه واللي كتحافظ على التراث ديالنا المغربي الاصيل. شوفوا الزخرفه اللي كاينه في الارض، اي حاجه عندها معنى وعندها تاريخ. هما شوفوا صراحه واحد المناظر الانسان ما يسخاش ينزل من هاد المطاع هادي. كنحاول نقرب لكم الاماكن كامله وتشوفوها عن قرب. ثم شوفوا كيفاش كتبان هنايا اطلاله. تمنيت هاد الفيديو ديال اليوم على ان ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك وبارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم.